فاضل أكثر طليعية من عندي وأكثر قفزات في المراحل. أنا متواصل، يعني أنا أشكل حلقة وصل بين الجيل السابق وجيلي والجيل اللاحق. أشكل حلقة في التطور الطبيعي، وهذا ما أؤمن به نقديا. فاضل يمثل الشعر الذي يميل إلى القفزات، يميل إلى ردود الأفعال والتغير، ويميل إلى اتخاذ ألوان الموجات الحديثة التي تحدث في الغرب، وهي موجات متسارعة. أنا أعتقد كل هذه التيارات وهذه الأصوات مشروعة، ولكن بالضرورة يكون على ضوء ما أكتب تتشكل لدي مواقف من هذه القصائد التي يكتبها فاضل أو غير فاضل. الحقيقة أنا أعتقد أنها لا تنتمي إلى تجربة روحية، إنما تنتمي إلى الذهن وإلى الأفكار. تجربتي أو تجربة شعراء تأثرت بهم أو أشكل حلقة وصل بينهم وبين أجيال أخرى مثل السياب أو سعد يوسف، يمثلون هذا الميل الآخر إلى التجربة العاطفية والتجربة الوجدانية والتجربة الروحية. ولكن الأشياء التي توفرت أو احتفظت بها هو الجانب الغنائي في داخل النص الشعري والوجداني. ولكن مع الأيام وخاصة مع تجربتي في الغرب تعزز الجانب الرؤيوي والجانب الفكري.